السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلبة الصف الثالث الثانوي. هنا بنعمل إحنا مراجعة. عندنا سؤال من ضمن الأسئلة اسمه سؤال الميل وسؤال السوجي. يعني سؤال الموضوعات إن أنت بديك موضوع تتكلم عليه، بديك عناصر تستعملها، وبديك سؤال الميل. النهارده هنتعرف إزاي إن أنت تضمن عليهم 8 درجات يا جماعة. 8 درجات ده في عالم ثانوية عامة رقم مش قليل، فأنت عشان تضمن السؤال ده ما تنقصش فيه أي درجة. النهارده هعلمك إزاي تعمل تجاوب على الميل، وإزاي تعمل السوجي وتضمن السؤال بأمر الله. يا ريت نشترك في القناة ونفعل الجرس ونقول بسم الله. نبدأ مع بعض. هنا أنا هنبدأ بأول حاجة بالميل. الميل ده بيديني 3 أسئلة، وال3 أسئلة محتاجين مني 3 إجابات. الناس اللي بتقول يا ميس إحنا عندنا مشكلة في الكلمات، وعندنا مشكلة إن أنا إزاي بصنع جملة عشان أقدر أجاوب على سؤال الميل وسؤال السوجي. هقول له مشكلة الكلمات يا جماعة لازم في الفترة اللي جاية أحل كمية امتحانات كتير جدا. وأنا قلت قبل كده إن أنت الوقت الامتحان بتحله فيه قطعتين، والمدرس بيبدأ يتعب، والمواقف والقواعد، فبتطلع بحصيلة كلمات في كل مرة بتتكرر معاك. عندنا 4 وحدات بنتكلم عن الأكل وعن التغذية وعن الرياضة ووسائل المواصلات، فأنت هتقدر تسيطر على مشكلة الكلمات بالحل الكتير، أو تسمع امتحانات محلولة من المدرسين، فهتبدأ تجمع كمية كلمات كويسة جدا. نبدأ ونقول بسم الله. إزاي إن أنا أجاوب على سؤال الإيميل وإزاي أعمل سؤال؟ هنا بيديني ادي الايميل اللي هو بيديهولي، بيديني 3 اقسام، ده كلهم بيتعملوا في سطر واحد بس عشان السبوره. الجزئيه الاولى ال3 بتاخدهم. الجزئيه الاولى بيقول لي كالي طون سبور بريفيري، ما هي رياضتك المفضله؟ طب انا عايزه اجاوب على الجزئيه الاولى. طب نخلي بالنا قبل ما نجاوب، انا عندي معلومه مهمه جدا. انا محتاجه اتعرف على ادوات الاستفهام. عندي كلمه كو يعني ماذا، عندي كي يعني من، بيسألني عن شخص، عندي او يعني أين، لازم أتعلمها، يبقى بيسأل على مكان. كل يعني أي، كل يعني أي، ممكن المؤنث بتاعها بتيجي كل، تمام، المؤنث بتاعها بيكون كل. طيب عندي هنا إكوا يعني برضو عن ماذا. عندي كلمة كون يعني متى، متى، ماذا، ماذا، من، تمام، أي. أدوات الاستفهام نخلي بالنا منها لأن هي المفتاح عندي بتاع كل جزئية. طيب هنا بيقول لي أي يعني بيخيرني إيه هي الرياضة اللي أنت بتفضلها. طب أنا عايزة أجاوب على الإيميل ده، هقول إيه؟ طبعا هنا بتكلم عن نفسي، بيقول لي طون أنت، فبقول له جي أنا. يبقى أول حاجة جبت له أنا بتكلم عن نفسي. طيب فين الفيرب اللي استعمله؟ بريفير يفضل، تبقى هقول له هنا جو بريفير يعني أنا بفضل. يبقى أنا ما جبتش حاجة من عندي غير الضمير أنا وجبت الفيرب. طيب أنت بتفضل إيه؟ اكتب أي رياضة أنت بتفضلها بس تكون بتعرف تكتبها وعنها معلومات كويسة. لفوت، أنا بفضل كرة القدم. واحد قال لا لو تنس، انا هكتب له تنس مثلا، خلاص بفضل لعبه التنس. كده انا جاوبت وخدت درجتي كامله في الجزئيه الاولى واجابه صحيحه. الجزئيه الثانيه اما اقول لك او يبقى لازم ابقى عارفه اداه الاستفهام او يعني اين، يبقى بسالني على مكان. يمارس سي سبور يعني انت بتمارس الرياضه دي فين؟ او تي براتيك سي سبور، بتمارس الرياضه دي فين؟ يبقى المكان اللي انا بمارس فيه الرياضه. في فيديو منزلاه على كل الايميلات اللي خاصه بالاربع وحدات، مغطيه كل الكلمات والموضوعات بتاعتها. هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف في اول التعليقات، يا ريت ندخل عليه ونسمعه وتقراه. بيزود عندك حصيله الكلمات، بتغطي كلمات المنهج كلها الاربع وحدات. طيب انا بمارسها فين؟ هقول هنا التي دايما بحولها يا جماعه لجي، بتكلم عن نفسي تبقى جو، وادي الفيرب اهو اتفقنا بجيبه برا تيك يعني انا بمارس. لو تنس، واحد قال لي هكتب كلمه لو تنس اهو،
يعني انا بمارس التنس. في واحد تاني قال لي لا 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 لا، ده انا متميز قوي وممكن ما اكتبش كلمه لو تنس واكتبها هنا، استبدلها بالضمير هنا اللو، لان احنا خدنا المفعول المباشر ده مفعول مباشر غير مسبوق بحرف جر، فهنا بستبدله باللو. تبقى جو لو براتيك، لو انت كتبتها كده صح كتبتها بعديها صح، يبقى انا بمارس، يبقى اللي هنا عايده على اللعبه اللي انا اخترتها وليكن لعبه التنس. تبقى جو لو براتيك، انا بمارسها. بتمارس لعبه التنس فين؟ هنا سور لو كور، يعني على ملعب التنس. تبقى انا جاوبت اجابه كامله، يبقى انا هنا استبدلت التي بالجي وجبت الفيرب. تبقى سيغ لو كور دي الكلمه اللي انا جبتها من عندي، المفروض ان انا عارف ان كل لعبه بمارسها فين. طب لو بستعمل كره القدم بعملها فين؟ لو تران، على الارض دو سبور. تمام. طيب الجزء الثالث في الايميل هنا تبقى في اداه استفهام جديده جات لي، دو كوا. دو كوا on a besoin. كلمة besoin يعني يحتاج. pour le pratiquer، يعني انت محتاج ايه عشان تلعب لعبة التنس، يعني ايه الادوات اللي انا هستعملها. تبقى دي كوا، ما هي الادوات اللي انت هتحتاجها عشان تمارس براتيكي لعبة التنس اللي انت اخترتها، او اي لعبة انت اخترتها وكتبتها. طيب لما اجي اجاوب هنا استعمل لي اون. في معلومة مهمة جدا، الاون يا جماعة هنا، الاو هنا بمعنى إيل في التصريف، ولكن بتساوي نو في المعنى. يعني الفيرب اللي بعدها بتصرف كأنه إيل مفرد، ولكن معناها نحن. هنا معناها نحن، بستعمل له الضمير اون، هو هقول اون نحن. وادي فيرب افوار. بيزوان كتبت له نفس الكلمات بتاعته اهو، تبقى اونا بيزوان يعني احنا محتاجين. هنا دين بل. بل يعني يا جماعه يعني كوره صغيره للتنس. محتاجين ايه كمان؟ دو راكيت، محتاجين كوره صغيره ومضربين عشان العب لعبه التنس. تبقى انا كده جاوبت على سؤال الايميل وضمنته. طيب هناخد مثال تاني. ساعات بيبدا لي الايميل بكلمه سالي، ابداها له برضو بسالي، اكتبها ما اخسرش درجات. ساعات بينهي بكلمه او غوفوا، برضو انهي بيها. يبقى اللي هيبدا بيه في التحيه ببدا بيه البونجور، اقول له بونجور. او ابليس، الى اللقاء، اكتب له برضو في النهايه ابليس الى اللقاء. في بدايه الايميل وفي نهايه الايميل اللي هيكتبه ببدا بيه. يعني بيبدا الايميل بكلمه سالي، بينهي باوغفوار، بكتب له سالي وبنهي باوغفوار. البونجور مثلا ونهى بكلمه ابليس الى اللقاء، بنهي برضو بكلمه ابليس الى اللقاء. طيب نخلي بالنا هنا برضو في معلومه جدا في ادوات الاستفهام. طب افرض جاب لي كلمه بوركوا، احنا اتفقنا بوركوا اداه استفهام بمعنى لماذا، زي كلمه واي بالانجليزي، محتاجه الاجابه بتاعتها باسكو، واعمل جمله بعديها فاعل وفاعل ومفعول، لاجل او لكي. طب افرض انا قلت كلمه بور لاجل او لكي، يبقى بجيب بعديها فعل في المصدر، بجيب بعديها فعل في المصدر. طب نوضح ده بمثال. هنا اما يقول لي مثال تي بو او كونتر لو سبور اكستريم، يعني انت مع ولا ضد الرياضيات الخطره. خلي بالك، انت مع ولا ضد الرياضيات الخطره. طبعا التي اتفقنا هتحول لجو، وهنا فيرب اتر يا جماعه نخلي بالنا بيرجع في التصريف لسوي، جو سوي. انا طبعا هنا ضد، مثلا بخاف منها او مش بحبها، كونتر، يبقى انا قلت له جو سوي كونتر، انا ضد، واكمل له الكلمه لو سبور اكستريم، يعني انا ضد الرياضيات الخطره. جو سوي كونتر لي سبور اكستريم.
انا ضد الرياضيات الخطره. تبقى انا هنا نخلي بالنا من الفيرب اليه او افوال ان تصريفه بيتغير مع التي مع الجي. طيب قال لي بوركوا لماذا؟ ليه؟ انت اديني سبب، انت مع ولا ضد واديني السبب. هقول له هنا باسكو، لان il بعوض على الرياضيات الخطره سون بتكون دون جوري. الاستغامة يعني الرياضيات الشديدة زي الكانونينج. أما الرياضات الكلاسيك اللي هي الفوتبول والتنس رجبي ديت، هنا الرياضيات الإكستريم الشديدة اللي هي زي تسلق الجبال بتكون دانجوري يعني خطر. طيب في معلومة خلي بالك منها، أنا قلت هنا باسكو، أدي الإيه دايما بستبدلها بأبوستروف عشان بعديها لتر فوق. طب أنا قلت باسكو ils sont dangereux، يعني الرياضيات الشديدة بتكون دانجوري يعني خطر. طيب قال لي السؤال الثالث ايه كل، احنا اتبعنا كلمة كل يعني أي سبورتيفي، أي رياضة أنت بتعملها أو بتمارسها. فهجاوب هنا وأقول له، هقول له هنا التي بحولها جو، أدي جو في، ما أقول هنا دي فوت كرة قدم. مثلا انا بعمل واحد تاني بيقول لا انا بحب اكتب كلمه هنا دو لإسكالاد، تسلق الجبال. هناخد موضوع vous avez fait les courses، يعني حضرتك بتعمل كورس مشتريات dans un supermarché. décrivez يعني اوصف les différents rayons يعني الاختلافات في الأقسام. et ce que vous avez acheté et ce que vous avez acheté وماذا أنت يعني اشتريت إيه. لو ويكند هقول لو ويكند، في الويكند في الأجازة الأسبوعية dernier الماضية je suis allé au supermarché، يبقى أنا استعملت الباسé composé يعني أنا ذهبت للسوبر ماركت pour faire les courses عشان أعمل كورس مشتريات تغذية. au rayon كلمة rayon يعني قسم. برودوي ليتيه قسم المنتجات الألبان في السوبر ماركت متقسم قلنا الغيو أقسام. جي أشتي دي فروماج أنا اشتريت جبنة. اي دي زياورت واشتريت زبادي. او غيون بان خبزات جي أشتي دي بان اشتريت خبز. اي دي كرواسون وكرواسون. او غيون في القسم برودوي دي لامير قسم المنتجات البحرية أو البحر. جي أشتي دي بواسون أنا اشتريت بواسون سمك. أو غيون بواسون قسم المشروبات. جي أشتي دو جي اشتريت عصير. لو عجبني الفيديو منساش اللايك والشير والاشتراك في القناة.